ومكملين معاكم على شبكة همسة ومجلة همسة ومهرجان همسة الرابع للأدب والفنون، ومعانا إحدى الفائزات الأستاذة الشاعرة والأديبة شذى عسكر. شذى ألف ألف مبروك. شكرا، وأنا فرحانة جدا بفوزي بالمرتبة الثانية في الشعر النثري بنص عشق الكهنة. طبعا كانت زيارتي لمصر حلم وتحقق والحمد لله. أول مرة تزوري مصر؟ أول مرة. أنا أسعد واحد النهاردة بأول ناس بتزور مصر في مهرجان همسة. شعورك إيه لما لقيتي اسمك على صفحات الفيسبوك وأنت فايزة في مهرجان همسة؟ بحيث استقبلت الفرحة بالليل وما نمتش للصبح أنا قاعدة فرحانة جدا جدا، يعني حزور وكنت بعد الأيام يا ربي تمر على سلام بس أزور مصر. شعورك ايه لما رحنا زرنا الاهرامات وزرنا سيدنا الحسين؟ بقى انا كنت شايف طبعا ملامح وشك وانا معاكم في الزيارات، بس الاهرامات كانت مختلفه عن الصور والورق. اكيد ده امامي، يعني من عجائب الدنيا السبعه. بديت اتلمس يعني هنا قبل 7000 او 8000 سنه قبل الميلاد، يعني تلمست الحجر شلون يعني هذا انرفع، وحقيقه يعني هذه الصوره تحققت أمامي والهرم أمامي. يعني لازلت أنا مذهولة، وخاصة لزيارتي اليوم متحف الفرعوني، المتحف المصري. مذهولة، لازلت مذهولة جدا. يعني على الرغم من الحضارة المصرية والحضارة العراقية القديمة متشابهتان. أكيد متشابهتان، عريقتان جدا، وقبل الميلاد الحضارة البابلية، حضارة أور. طبعا أكيد إحنا دولتين يشهد لها بالحضارة القديمة، والحمد لله. أستاذة شذى، فتحي الحصري ومهرجان همسة قدروا يجمعوا الأدب والشعر من المحيط للخليج؟ أكيد أكيد، يعني الفرحة هي كانت فرحة غير المهرجان، إنه التقينا بأخوة إلنا. القسم على الفيسبوك صارت حقيقة، يعني اللقاء كان حقيقي صار. والندوة الشعرية امبارح 25 أو 30 شاعر وأديب من جميع أنحاء الوطن العربي. أي أكيد طبعا، البارحة وتعرفنا عليهم وساعدنا جدا بالشعر الشعبي والشعر بالومضة بالخاطرة بالهمسات، يعني كانت تمسية جدا رائعة، وبقينا للأخير. يعني هتكسبي في المهرجان القادم إن شاء الله؟ إن شاء الله. أستاذة شذى عسكر، نورتينا في همسة ونورتينا في مصر، وشكرا ليكي والف مبروك. شكرا حياتي، شكرا.